فيديو مهم جدا لكل السواقين اللي مش فاهمه يعني ايه طقم رشاشات حل زيرو وطقم رشاشات خلع وطقم رشاشات استيراد. تمام، النهارده تاخد بنصيحتي او ما تاخدش بنصيحتي، ففي الاول والاخر فكله ليك. النهارده يا صاحبي انا جاي اعرفك كانت سواق او انت صاحب عربيه يعني ايه حل زيرو، يعني ايه استيراد، ويعني ايه خلع، وخد بنصيحتي واقول لك عليها وارميها البحر. طبعا اي صنايعي فاشل النهارده هيقول لك العربيه عايز تعمل رشاشات، قول له باي باي جمبرو زي الخواجات. النهارده ده بسعر وده بسعر وده بسعر. طيب استحمل الرشاش النهارده بيبوظ؟ لا. الرشاش الدميكس طب بيبوظ يا عم؟ انا بقول لك لا. طب في ناس كتير استحمد بتقول ايه؟ بتقول طقم الرشاش ده بيبوظ هات غيره، عشان اقول لك ده معوق. ده مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. لما يجي النهارده صنايعي يقول لك روح هات طقم رشاش حل زيرو، قول له انت راجل معوق ما بتفهمش وش كده. لان انا النهارده لو معايا 10 15 20 الف جنيه مش هروح اجيب طقم رشاشات زي ده ويطلع السواق يفول تفوره ميه باظ رميته في الشارع. تمام. طب بصوا يا جدعان، ده حديد، يعني ده هنا حديد. الحديد ده ولا بيتاكل ولا بيبوظ ولا الصدى بياكله ولا الكلام ده كله. ايه اللي بيحصل يا استاذ احمد؟ اللي بيحصل يا قلب اخوك ان الفونيا دي، الفونيا اللي جوه دي هي اللي بتبوظ. بنعمل ايه؟ بنحل الغطا ده ونشيل الفونيا بالقعده نرميها في الزباله. تمام. ونجيب فونيا بالقعده زي دي، ونجيب فونيا بالقعده زي دي. طب انا عاوز اعرف يا استاذ احمد، وانا النهارده اتحطيت مع صنايعي ما عندوش ضمير وصنايعي حرامي وصنايعي فيه العبر كلها. تمام. عاوز اعرف يعني حل زيرو. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو حل زيرو. ما دارش انا يعني ما دارش، انا اللي حله بايدي اهو. ما دارش المكنه، ما دارتش. عارف يعني ايه المكنه ما دارتش؟ اهي. وادي الاستيراد اللي الناس بتقول عليه حل زيرو. بصوا نظافه الرشاش عامله ازاي. بس للاسف برضه ده مش حل زيرو او ده مش استيراد، ده مستعمل او خلع. انا بطلعه النهارده جاي خلع رقم رشاش تمام اهو. بس ارجع اقول لك ولا ده ولا ده. ليه؟ ده غالي وده برضه مش غالي. بس ايه اللي يخليني انا اروح انا النهارده احط طبعا انتوا سمعتوا الارقام الفلكيه اللي انتوا سمعتوها، وشغل النصب وشغل اللي هو ايه، احنا بنتدرى في الدين واحنا بنصلي واحنا عارفين ربنا وقال الله وقال الرسول. لو انت عندك ضمير وقال الله وقال الرسول ما كنتش ظرفت الراجل في 32000 جنيه وفي الاخر تقول له امك في العشه ولا طارت، وفي الاخر يواجهك بومباس باشر تقول له انت مالكش حق عندي. تمام. مش بتاعتي، مش موضوع، انا عملت اللي عليا وانت والزبون تولعوا ببعض ماليش دعوه. اما تيجي النهارده رشاشاتك فيها مشكله، هات طقم فواني بالقعده زي ده. طقم فواني بالقعده زي ده يا اخواتي. تمام. ركبه وانسى الرشاشات. بس روح عند حد بيفهم يعرف يركب لك طقم الرشاشات. يعني روح عند حد بيفهم يعرف يركب لك طقم الفواني على الرشاط ويظبط لك الرشاط. ما يبقاش واحد غبي يلعب في السوسته يخلي المكنه تنقرز ويخلي المكنه تتلت ويخلي المكنه فيها في اول ربع الدوسه هزه. تمام. طبعا انا معايا اخواتي والمحترمين، كل الناس دي جايه بتعاني من ورش. يعني كل الناس اللي بره دي جايه بتعاني من ورش. واحد من ضمن الناس اهو 4 مرات حل الترومبه دي. حصل يا اسطى؟ حصل بعون الله وحق الاداري اللي شغال ده. ابن عمي انا النهارده هعمل لك شويه شغل اخليك تنسى العربيه دي. يعني الراجل هو لسه مطلع الترومبه اهو حللها 4 مرات استعصام. رقم 1 في مصر. عالم من غير حاجه ورحمه ابويا. انت راجل محترم. انت عارف حاجه زي كده. له استعصام اخ لينا وراجل محترم. تحب تقول ايه للناس اللي بتشتغل الناس وبتنصب على الناس استعصام؟ انت راجل صنايعي وينفع راجل يغفل راجل؟ لا والله عند ربنا كتير. وقعد فاكر ان انت كده كسبت، ولا كسبت عماير ولا كسبت فلوس، انت خسرت الناس كلها. وهنا مركز المعلم احمد ديزل، اقسم بالله بيجوا من ليبيا. انا كنت عنده هنا، كان في ناس جايه له من ليبيا مخصوص قاعده قدام المركز بتاعه ورحمه ابويا حصل. ده حب الناس من عند ربنا عليه. طب انتوا في ايه بقى؟ انتوا في ايه؟ في 1000 2000 في 5؟ ده ناس بتنصب في 20000 وفي 23000 ولا ليهم ريحه لما عم احمد بنصرهم في صحراء وانت عارف بكده. حبيبي يا عم احمد انت نزيه يا معلم. طبعا الراجل ده رجاله. نرجع لمرجوعنا يا اخواتي. طبعا
النهارده الحمد لله لله الحمد. احنا في هنا مصدر ثقه. النهارده هطلع لك واعمل لك عرض النهارده من اول الاسبوع اللي جاي على طقم الفواني بالقعده وعلى طقم رشيد حل زيرو. وانا بقول لك من هنا ما تجيبش طقم رشيد حل زيرو، موجود اهو يعني، موجود اهو يا جدعان. ادي الحل زيرو عشان تبقى انت فاهمان، ادي الحل زيرو وادي الاستيراد وادي الفواني الجديد. طب ايه يا استاذ احمد اجيب ايه؟ هات طقم فواني بالقعده النهارده بيعمل له 4500 جنيه عند الديزل بس، عند ديزل مصري بس. واسال في الاسعار ديت وهتيجي واعمل معاك واجب وبتركيبه كمان. ده ما انصحكش ليه النهارده. ده يعني ده النهارده وصل 15 و16 وفي ناس بتبيع ب 23 وهو اقل من كده بكتير، ولا ب 15 ولا ب 14 ولا ب 16 ولا ب 20 ولا الكلام ده كله. لو عايزه اخويا موجود اهو، واتصل بيا واسالني بكام هقول لك بكام، تمام؟ وباقل ما انت متتخيل. هو اصلي عليه علامه الزكسل اهو، عشان ما حدش يقول لك كاني ولا ماني ولا ده مضروب ولا ده محنن. اهو علامه الزكسل اهي، شايفين اهو. ادي هنا برضه علامه الزكسل اهي. طبعا عشان ده بيبقى قديم شويه فالعلامه بقى ايه اهي، شايفين اهي. ده موجود والترمبات موجوده وكل حاجه موجوده، بس كل حاجه بالعقل وبما يرضي الله. ما تخليش حد يشتغلك، ما تخليش حد ينصب عليك، ما تخليش حد ياخدك في الملف. انت راجل وهو راجل، واللي يغفل الراجل ما يبقاش راجل، اللي يغفل الراجل ما يبقاش راجل. احلى مسا على كل اخواتي من المركز الفني خدمه الديزل. الترومبه اللي انتوا شايفينها دي اتحلت 4 مرات، ومش هنقول اتحلت فين عشان وجع الدماغ، منع عن وجع الدماغ. الثقه في الله نجاح، والثقه في الله اللي احنا نطلع الزبون. بصوا الدراع متنطط قد ايه، انا ما جيتش لسه جنبها عشان يمشي